في يوم من الأيام آه، فتاة اسكندرانية قررت إنها تغني لهجة مش بتاعتها في سوق مش مجبرة إن هي تروح له بلغة مش بتاعتها، مش هي اللغة الأم إن هي تتكلم فيها مع ناس ممكن كانوا يقولوا لها أنت بتتعبي نفسك ليه؟ أنت مش من هنا أصلا، فتعبي نفسك وبتتكلمي بلغتنا دي. ومع ذلك خدت الريسك وغنت، كتب لها أغاني، كتب لها ألحان، والناس فرحوا بيها جدا، فتحوا قلوبهم وإيديهم وبلادهم ليها، وحطوا اسمها جنب أسماء أكبر مطربين عندهم. الإجابة بتاعت سؤال هي عملت كده إزاي وليه مش هتلاقيه في حتة غير هنا. كلام مزيكا. الموضوع اللي هتكلم فيه معاكم النهارده مش بيوجرافيا ومش قائمة ألبومات ومش أغاني هنعيشها، لا، ده رحلة صوت. عرف يدخل كل بيت في وطنه، وعرف يدخل كل بيت غنى بلهجته، بيدخل قلوب الناس قبل ما بيدخل ودانهم وقبل ما بيدخل بيوتهم. بين ما هو افترض وبين دعوى العادلين، لك جناحي انخفض حب واحساس وحنين ولا يجي. أنغام محمد علي سليمان، مطربة مصرية عيلتها كلها موسيقيين. اللي هتكلم فيه النهارده هي ليه قررت تغني بالخليجي، لأن أنا عندي فكرة كده في دماغي إن أنغام الخليجي غير أنغام المصري. هي عندها في خلال مشوارها الفني لحوالي 30 سنة 8 ألبومات خليجية خالص، بالسهل خالص. إن هي ما استهلكتش السوق الخليجي زي ما كتير من المطربين سواء المصريين او السوريين او اللبنانيين عملوا، لا، ده كان ليها بصمه وكان ليها كلمات وموسيقى بتتعمل ليها هي بس. خلينا بس قبل اي كلام واي تفاصيل، في فرق كبير بين حد بيغني بلهجه خليجيه وبين حد بيغني بروح خليجيه. الاول بيروح يجيب كلمات ويحط عليها شويه ايقاع خليجي او رتم خليجي، موسيقى شبه خليجيه، الطريقه اللي احنا فاهمينها دي، واحاول اتكلم شويه بلغه اهل الخليج ونعمل اغنيتين ثلاثه. لكن انغام ما عملتش كده. بك وشلون ممسح دمعته وابوس عينه، ان خسرت املي واربح سوق محالي من يعينه. انغام بقى لما حبت تدخل سوق الغناء الخليجي، في اول البوم ليها سنه 89 راحت للملحن الكويتي سليمان الملا نفسه، راحت للسورس بتاع الخليج. شكرا أشكرك جدا، شكرا أشكرك فعلا، لو جرحي حيكبر شكرا يجي منك أكتر شكرا. وفي ألبومها الثاني تعاونت مع الملحن السعودي سامي إحسان. يعني هي لما جت تغني خليجي السورس بتاع الموضوع، ودوت يبين فكرها واختلافها عن أي حد قدم اللون الخليجي من المطربين خارج الخليج. وعلشان تفهموا ان اللي انغام بتعمله ده مش صدفه، ده قرار وفكرها هي. ان سنه 92 وهي في بدايه نجوميتها تعمل ألبوم خليجي اسمه مع التقدير، إعادة أعمال فنان العرب محمد عبده. غنت الأغاني أو أشهر الأغاني اللي كان بيغنيها فنان العرب محمد عبده. هي راحت للسوق الخليجي بتقول له إن أنا بعرف أغني، وإن أنا هغني لغتكم وهتقنها، وإن أنا هوصل لكم وهوصل الإحساس بكمان غنى كبير العرب فنان العرب محمد عبده. وكررت التجربه دي تاني سنه 98، وده يبين قد ايه ان انغام ذكيه جدا، وان هي في الشغل عندها قرارات حاسمه
وعندها تواضع وعارفة تمشي مشوارها الفني ازاي. وطبعا انا مش هقيم صوت انغام ومش هقيم الملحنين العظام اللي هي اشتغلت معاهم، لكن انا هنا بحاول القي الضوء حاجة بسيطة عن مشوار انغام، ازاي قدرت بذكائها انها تخش السوق الخليجي. وفي 2018 عملت ألبوم راح تذكرني باللهجة السعودية والإماراتية بتمكن عالي جدا. راح تذكرني إذا شانت سنينا، راح تفقدني مع الأيام، أدري الوعد قدام ما بيني وبينك، روح جرب غيري وتعرف قدري. الغنى الخليجي مش مجرد لهجة ومش مجرد طريقة نطق، شعر. والشعر ليه طريقة إلقاء وليه طريقة غنى. وأنغام يعني اللي حابب يسمع كلام حلو قوي قوي يسمع الألبوم بتاع راح تذكرني ويسمع ألبوم مسح. ألبوم مسح فيه كمية أغاني خرافية. مسح مسح كل هذا الجرح، مسح ما أصدق ما أصدق ما أصدق مسح. في ألبوم مسح تعاونت مع الأمير بدر بن عبد المحسن وعبد الرحمن بن مساعد وطبعا تركي آل الشيخ. والموسيقى في مشوار أنغام الخليجي مش مجرد إيقاع خليجي أو أنغام خليجي وفقط، لا، دي عملت هجين ما بين الموسيقى المصري والخليجي والعالمية. عندك مثلا أغنية زي راح تذكرني وأغنية لا تهجى، فيها نفحات لاتينية كده، لاتين جاز. أحياني في عقلك فكرة تدور، وفجأة ما تدري إلا وهي قدامك. وده معناه ان هي ما دخلتش الاغنيه الخليجيه عشان تحط نفسها في قالب، لا، ده يبين ان هي عندها فكر متطور كبير وعندها رؤيه في مشوارها اللي هي ماشيه فيه. وده اللي مخلي اغانيها ليها روح. وعلشان نكون متفقين ان اللي خلى مشوار انغام مختلف مش بس صوتها ولا تفكيرها ولا الكلمات والشعراء اللي هي تعاونت معاهم ولا الالحان الجميله والملحنين والموزعين الشاطرين جدا اللي هي تعاونت معاهم، ولكن فكرها والاحترام اللي اديته للتجربة اللي هي بتعملها. هي مش رايحة تبيع، هي رايحة تتعلم ورايحة تقدم فن حقيقي. علشان كده الجمهور الخليجي ما بقولهاش أهلا بالزيارة، بقول لها أهلا بالعودة لبيتك. أنغام بتقف على المسرح ووراها أنغام صوت مصر، أنغام صوت مصر الحقيقي اللي مشرفنا في كل مكان. أنغام لما دخلت السوق الخليجي اتعلمت منهم بس أثرت فيهم. احترام العمل وإن يكون عندك هدف وخطة، ده أسلوب النجاح مش في الفن بس، في كل حاجة في الحياة. شكرا لكم.